عندك شي وعليكم كلمة ولا نتفاعل السلام. معك؟ واني رشيد، معاك. عندك الكلمة ولا نتفاعل معك؟ لا ما عندي، ما نقول كمال. رشيد، أنا عندي واحد نقول التساؤل حاجه بالك تزعل. اللي كيتسائلوه مجموعة ديال الأشخاص، والسؤال هو كالتالي: لماذا رشيد، كتسمعني ولا عندك الريزو ضعيف؟ لا راني نسمع فيك. نعم. لماذا كل انتكاسة كتعيشها الدولة الجزائرية في إطار الدبلوماسية ديالها كتجي موراها مباشرة أحداث الحرائق في بلاد الجزائر؟ والله الانتكاسه كمال، كاين انتكاسه وريها لي تشوف. حالق كاين انتكاسه وراي. كاين مسألة بوعلة مسنصار، كاين مسألة فرنسا، كاين مسألة الصحراء المغربية، كاين يعني هادو ثلاثة الانتكاسات كيمروا بها دابا حاليا النظام الجزائري. كنشوفوا دائما فين ما تكون شي انتكاسة كتشعل العافية في القبائل وكتشعل العافية في الجزائر. شنو هما الأسباب؟ كمال ما تخلي صح. انني سلام، راني موالف كمال نطلع معاك، بصح اللي مشي موالفين على بالك بلا مين يضحكوا عليكم. انت على بالك بلي الناس هي تضحك عليكم ولا ما على بالكش؟ شوف رشيد، انا كنسولك، هذه ماشي اول مره، هذه دائما فين ما تمر الجزائر بشي انتكاسات تشعل العافيه في الجزائر. ودابا بالاخص على ان هذا ليس موسم الصيف، ليس فصل الصيف باش انها تكون العافيه في القبائل. جاوبه حميد، جاوبه. ها حميد بيجاوب. رشيد حبيبي وخويا، يا خويا وماشي صاحبي. السلام عليكم كمال، رشيد، مجلود افريقيا، كم الناس راهم هنايا. بالنسبه للحرائق كمال، اذا على بالك هذه الفتره هو موسم جني واحد الامر. وشنو هو؟ الجزائر عندها هذا العام فائض عجيب جدا فيه، اللي هو الزيتون. اعتقد حتى في المغرب هذا العام فيه فائض في الانتاج، لانه البحر المتوسط كامل فيه هذا العام كميات كبيره جدا. وكي ينحوا الزيتون اكيد تجيه معاه عمليه واحده اخرى. اذا تعرف شويه في الفلاحه، تجيه الزبير، ينحوا الاعراف الزايده. وكي يكون جنان كبير، الزبير هذاك يولي كومه كبيره. واش يديروا بها؟ للاسف يحرقوها. ملاحظه فقط، وشكون وين كانوا يزبروا الزيتون يا حبيبي؟ يا بغل اسكت. خلي لا بلاتي الخوز، غير خليو. شوف بغينا نشوفوا عندها 5 ايام، غير بشويه. عندها 5 ايام. الناشط في عالم الفلاحه وكذا والزراعه والاشجار، بلال جزائر الخضراء تيزي وزو، كان نشر عدة مرات: يا جماعة ما تحرقوش هذا الزبير، ما تحرقوش. ونشر فيديو البارح قبل الحرائق هذه، أزيد من في مشهد واحدة في جبل واحد أزيد من 40 مكان يعني يحرقوا هذاك الأمور تاع الزيتون. وحذر حذر حذر، لأنه أكيد تهرب لهم النار، وهذا ما حدث. هذا الكلام أرجع ليه، اكتب جزائر الخضراء تيزي وزو، أرجع الفيديو في الصفحة الرسمية هذا، وهذا الإنسان ناشط في هذا المجال تاع البيئة إلى آخره. أرجع ليه، اكتب كاش واحد يكتب دوك الجزائر الخضراء تيزي وزو، ينشر فيديو صراحة يعني كارثة داروها. أكثر في مشهد واحد في ساعة واحدة أكثر من 40 حريق صغير، الدخان يطلع صغير، لكن أكيد واحد ولا زوج ولا 3 ولا 10 هرب لهم النار ودخلت في الغابة هذا عادي جدا. طبعا هذا خطأ كبير راح يتحاسبوا عليه، لا محالة، لكن خطأ بشري عادي جدا ويصرى في كل وقت. في هذه المدة دائما يصرى هذا الشيء.
اما هذا بالنسبه يصرف للجزائر فقط. كي كان بغل كيما انت لازم يصرف. بصح البغرة يقول لنا، بالنسبه للانتكاسه اسمع لي، البغرة يقول لنا الزيتون تصبر. انت انتكاسه اللي ما تسميه انت انتكاسه. اولا الجزائر ركعت فرنسا من رئيسها ومسؤوليها وراها انتكاسه. لا يوجد دوله في العالم العربي ولا في افريقيا قدرت تركع فرنسا كما ركعتها الجزائر. لازم تعرف انه الوزير شوف اختي غابه، معليش انت اش راك دير في فرنسا؟ انت عائلتك وقيله في فرنسا باش يدير زياره للجزائر. معليش انت كي راك اش راك دير في فرنسا ولا مانيش عارف؟ انت عائلتك راه في فرنسا. وزير هذا الشيء غير موجود. والله الاستاذ حميد بزعما ما ظنيتك بهذا والله الاستاذ حميد ما ظنيتك بزعما بهذا المستوى الداني. انا كنتكلم لك على عافيه كتشعل في الجزائر كل ما كانت هناك ازمه، وانت كتقول لي حق الزيتون الزبيره. ما فهمتش. ما كانت أزمة في الجزائر عمرها لا كانت أزمة دبلوماسية أبدا. أما النار فيديوهات اللي تتنبأ بالنار هذا نظرا للفعل هذا كانت قبل النار بحد ذاتها. فيه نداءات كبيرة من الجماعة المهتمين بالبيئة، نداءات يوميا. شوف هو ما تشعلوش. هو نقول لك واحد القضية أستاذ حميد. واحد الأكاديمي وباحث جزائري سميتو نور الدين تينيو قال كلما أرادت الجزائر الهروب من مشاكلها وأزماتها الداخلية تسترزق على القضية الفلسطينية وعلى الصحراء الغربية. بما أنه أظن أن الجزائر انتهى ملف المتاجرة بالصحراء المغربية وانتهت الحرب في القضية الفلسطينية باتفاق سلام، فأصبحت الجزائر تتهرب من مشاكلها الداخلية بإشعال النار في الشعب الجزائري. هذا ما يظهر بالملموس. وكذلك يبحثون عن بردعة يبردعون بها الشعب الجزائري. اسمع لي، لأن جميع البردعات تمزقت. لما يكون مشكل بيئي بسيط سواء فيضانات أو حرائق، لازم تعرف في أقل من ساعتين 120 دقيقة وزير الداخلية أو رئيس الحكومة أو الوزير الأول أو 3-4 وزراء يكونوا في عين الحدث. في المغرب ماتوا 3 شباب، المغرب تحرق رأسا على عقب. النصرات هذه يكونوا في رأس الحدث. معليش أعطي لي مثال دقيقة أستاذ حميد. أعطيني مثال. مستشفى المجانين عندنا الأجوبة خويا، خلينا نجاوبوه من بعد. عندنا أجوبة لازم تعرف أن النظام الجزائري قريب لشعبه. واخا بلاتي غير باش أستاذ حميد شوف حادث مرور أستاذ حميد فين يكونوا أقل من ساعة. اسمعني دابا مثلا حتى فاش كتجي كتكلم زعما وانت أستاذ ما شاء الله تبارك الله عليك كتقول لي مشكل بيئي بسيط. المشكل البيئي كيجي على عدة عوامل. لا مش بسيط هذا. وخلينا غير بلاتي غير نفهمك. مشكل بيئي بسيط كتقول بيئي بسيط عنده عوامل، مثلا تلوث الهواء عن نتيجة الغازات اللي هي كتكون في البلد، كتكون شي غاز ثاني أكسيد الكربون والتلوث وما إلى ذلك. تلوث بيئي كيكون نتيجة يعني ترك المناطق الخضراء وكتولي في أرض صحراء، وهذا الشيء هذا كيخليش البيئة أنها تكون نظيفة. اما فاش كتكلم لي على انا وقيلا قصدت هنايا كوارث طبيعيه، فاش كتكلم على الزلازل وعلى الفيضانات هذه كتسمى كوارث طبيعيه ماشي مشاكل بيئيه. لا مشاكل بيئيه لان المتسبب فيها. ولكن ذكرتي الزلزال وذكرتي الزلزال متسبب فيه بشر. الزلزال امر بسيط، امر طبيعي. انا هضر لك على المشاكل. لا وعلاش قلتي زلزال؟ ملي كتكون زلزال كتكون قلت لك بعض الفيضانات اللي سببها البشر. والفيضانات راه ما يسمى بالقادوس
شوف الفيضانات اللي تسبب فيها البشر، يغلقوا القادوس الى اخره، او بعض المسؤولين ما يقوموش بدورهم تتسبب فيضانات. هذا هو المشكل اللي يتسبب فيه الانسان. اما الفيضان الكبير هذاك امر اخر. اما الزلازل البركان هذاك حاجه. استاذ حميد المستوى الدراسي ديالك انت يا استاذ حميد، المستوى الدراسي ديالك منين قريب للشعب؟ باش كتكلم بهذا الاسلوب؟ واش فعلا انت استاذ؟ ما نتكلمش عليها. واش فعلا استاذ ولا؟ انا الامور الشخصيه لان الامور هاو الاستاذ حميد، هاو الاستاذ حميد تسمعوا غير الامور الشخصيه تاعي تبقى لشخصي، ماهيش مطروحه لهنا. اما انا نتكلم على الدبلوماسيه الجزائريه انتكست، هذا انت بعيد كل البعد على هذا. انت لازم تعرف ان قطعه ارض بسيطه خاليه من البشر، الصحراء الغربيه في 75 عدد سكانهم اعتقد اقل من 400,000، يعني خاليه من البشر. 400,000 بلديه في الجزائر العاصمه فيها 400,000. ما قدرش النظام ما سينيسا ما يقولوش عليك انت مريض ولا هكا. كي تحكي مع جماعه، معليش، كي تحكي مع جماعه دقيقه، كي تكون في وسط الجيل يحرك القضيه. الدليل على تحكي معاه. معليش النظام المغربي ولا تولي في وسط الجماعه. صاحب القلعتين انا نجيب لك الكلمه وغنعطيوها لك، راه مازال كيتسنى صاحب القلوتين كلام. تولي تهضر بهذا الاسلوب هذا، راه ماشي اسلوب ديال واحد الانسان اكاديمي، هذا اسلوب ديال احنا عندنا عادي هذا. السلام عليكم. ما عندناش عادي، لذلك احترم طيب انت علاش مطلع ماله هو مسمي طيح كامل. لا هذيك راه صاحب القلعتين، هو انت لما قريتيش صاحب القلعتين ما عرفتيش تقراها وانت استاذ زعما غير القاول. شوف التعليم الجزائري هذا ما ننتج منه. التعليم الجزائري هذا ما ننتج عنه حتى نشوفوا استاذ، حتى نرى استاذ يسب ويشتم، حتى نرى استاذ يشتم بالبغال. هو درسه بغل حتى خرج بغل ويسب بالبغال. الله غالب. هذا هو المستوى الدراسي، هذا هو التعليم الجزائري. نعم. الله بعيد عنك كأنك أستاذ، وهو يقول لك الأستاذ قدوة المجتمع، ونشوفوا أستاذ يسب ويطيح بهذا المستوى الهزيل والمشمئز، والذي ينكر الحرائق ويقول عروف الزيتون والزبر وكذا وكذا. وكي نروح للجريدة نقول صاحب فيرما، هنا نشوف يا الجريدة كذابة يا الأستاذ كاذب. والله اصعب شيء ياسين باش نوضح القلعتين دقيقه باش نتفاعل معك زوج كلمات. غير حوار. شوف زوج كلمات نتفاعل معك. صبر صاحب القلعتين، خذ الكلمه صاحب القلعتين وما تفاعل مع حتى واحد بالروح الاخر. اعطي الكلمه ما تفاعل مع حتى واحد. انا كي قال زبر الزيتون واش تفكرت هذيك القصه اللي كنا نقراوها في المدرسه، الطرطور والفلاح العجوز. كي كان ذاك يغرس الزروديه يقول واش تدي من الفوق ولا من التحت؟ يقول له ندي اللي فوق التراب. هي دا الحشيش والاخر دا الزروديه. عاود مش غرسوا حاجه نسيت يا ربي الفول. قال واش تدي الفوق ولا التحت؟ قال ذي الخطره كله خالي ندي التحت. يصلحوا له الجذور هذوك، والاخر دا الفول ودا الوسم الاخضر هذاك وكل به الاغنام. هذا على ماسينيس اللي قال لك او الاستاذ حميد اللي قال لك زبر الزيتون. كي تصبر الزيتون كاش حبه زيتون تخرج. اصلا كي تصبر الزيتون تخسر. صاحب القلعتين الكلام ديالو منطقي، ان موسم يعني تقليم الاشجار كيكون من بعد مباشره اسقاط يعني الزيتون، يعني استغلال داك الثمار ديالو. فاش كتزولو عاد كيولي التقليم. ماشي هو قال لك راه حنا زولنا له الزيتون، هو هضر على الزيتون، ولكن حتى التقليم ديال الزيتون كيديو غير داك الاشجار، داك الاوراق اللي هي ميته ما كتعطيش، كيخليو الغصون اللي هي حيه كتولد. هذا ساليتي مداخلتك صاحب القلعتين ولا مازال؟ خلاص يلا خليك اخاي باش نعطيو كل واحد كلمته. غنمشيو لاش كيقولوا له، غنمشيو شكون الاول كان، انير ولا ياس ولا ماسينيسا؟
شكون اللي كان ندير الاول؟ تعقيب على الزيتون هذا وكمل. لا ما ديرش تعقيب، ما ديرش تعقيب استاذ حميد بلاتي ونرجع عندك. شوف انا حفاظا على سلامتك وعلى علمك غادي نعطيك واحد الفرصه انك تجمع الافكار ديالك، لان الموضوع مازال طويل. لذلك شوف، هدن الاعصاب ديالك وضبط النفس ديالك، ضبط النفس مع صاحب القلعتين كيستفزك وانت كطيح المستوى. ضبط الاعصاب ديالك وحاول ترتب الافكار باش تعطي شي جمله مفيده، لان راه المستوى ديالك في القنوات اليوتيوب من بعد ما كيتنقل هاد اللايفات راه طايح. راه ولاد بلادك استاذ حميد كينتقدوك. باش تعرف هذه، جمع الافكار ديالك حتى تولي القيمه ديال الاستاذ في الجزائر عندها واحد المكانه، لانك انت كطيح بالقيمه ديال الاستاذ. غادي نشوفوا ياس. تفضل يا ياس. يقول واحد المثل عيش تسمع، مي ولينا نشوف تسمع. لحد الان حتى يمدوا واحد التبريرات باش يغطيوا على هذا النظام، على اعراف الاشجار واعراف وتقليم الاشجار وتقليم الزيتون. شوف هو ياس والله ياخذ عبيلات. نتفاعل معك في هذه. اولا الجزائر في هذه المرحله هذه يسمى نظام بوتبريره، لان الاعلام ما زال الى يومنا هذا يبررون بوعلم صنصار وما لقاوش شي طريقه. ادخل الموضوع المهم، خليك من تقليم الاشجار. فوالا فهمت. دركا النيران شاعله هي تغطيه، وتغطيه على بوعلام صنصال. هذا هو اللي راني حاب نتكلم عليهم. كما يقولوا ما عندها يومين وانا نشوف اللايفات والانسان تتخابط وتجري. بوعلام صنصال اللي رجعوه هو كما يقولوا هرم من اهرام النظام، اللي ضرب في النظام في العمق، واللي النظام خوفه. والنظام هذا ما عنده حتى محلل سياسي ولا مؤرخ تاريخي ولا دكتور اللي حطوا لنا هذا من صنصال. هذا صنصال حطوه لنا في التلفاز ونشوفوه هكا احنا كجزائريين، ويبرر لنا وهذا النظام يجيب لنا انسان تاريخي يبرر لنا باللي الصحراء الشرقيه هي ليست مغربيه، هي جزائريه. مي هذا النظام عنده واحد المستوى نتاع القمع، نتاع ضرب الشعب، نتاع قمع الشعب، قمع اي انسان يتكلم. مجرد كلمه، مجرد يقول ما كانش الماء ولا ما كانش كذا ولا ما كانش كذا ولا ما عباليش الطرقات ولا التسيير ولا الصحه ولا يدخل للحبس. عبالك باللي هذا هو النظام القمعي، النظام اللي حد الان بالك تعرفوه. بوجمعه هذاك بوجمعه اللي حد الان بوجمعه كان عنده تليفون ويقعد تحت شجره، قمعوه. قال لك باللي التهريب العمله والعمله الصعبه والبيتكوين، هو بيتكوين ما يعرفوهش. بالك الشعب الجزائري، جل الشعب الجزائري 90% ولا 95% ما يعرفوش البيتكوين. حتى شفنا يضحيوا بالشعب، يضحيوا بهذو الناس الزواوله. عبالك لحد الان يجيو يبرر لك هنا على الحرائق وعلى صنصال. حتى نشوفوا تليفون من عند الرئيس الالماني يقول له دار. هنا نعرفوا باللي دور إدارة حقيقية. هنا نعرفوا باللي هذا النظام يمشي بالتليفون. يقول لك من ركع فرنسا وركع كذا. ألمانيا أين هي؟ هي في الأمم المتحدة. من هو الرئيس الألماني ومن هو الرئيس الفرنسي؟ هم دولة واحدة، هم شعب متحد، نظام متحد، وزارة متحدة. والله أصعب شيء هنا تشوف هذا النظام يبغي يفترس الشعب، ما يفترش الدول. هو المفترس. ندير انا صور ثاني عادي. قلنا خلينا من الصور هذا، ولا تحب ندير صور انا ثاني عادي نورمال. اخاي فين هما الصور اجلاد؟ شنو فيها هادي؟ مالك انت نزل كاع تقود عليا نتايا؟ صوره واحد كيشطح تبقى تحمق لي انا راسي ندير صور. نزل دير صوره على امك انا لا تجيش ديرها لي. مالك تحمقني انا في راسي؟ شنو فيها صوره هادي؟ سير قول داك خصاني لا شي يشطح هنايا في المغرب. تجي انت تسيطر لي على المنصه ندير ولا لا ندير؟ سير قود عليا ودير ولا لا ديرش. تجلس ما تجلسش روح عليا التيساع يا وليدي. ما تصدع لي راسي انايا ندير تا انا ندير الصور عادي. هنا تشوف باللي هادو موالين للنظام وبوصبع الازرق يجي يبرهن لك. وحنا عندنا شراكات مع المانيا، وحنا كذا وحنا كذا، وحنا ضاربين في العمق في المانيا، وحنا مسيطرين على المانيا. هذا هو كلام بوصبع الازرق. الاستاذ هارب الله غالب. والله انا استاذ والله غير نحبك في الله وانت هربت. انا فرع الزيتونه بغيت نجنيه من عندك، فهمتني. هذا النظام دائما عنده تبريرات حساسه، وهذه التبريرات على من تغلب.
على عاطفة الشعب الجزائري الضعيف المسكين المنهزم بدون ثقافة وبدون علم. عبالك لحد الآن رانا نشوفوا منصات ونشوفوا أولاد الشعب وأبناء الشعب لحد الآن راهم يتكلموا بالحقائق، وهذا النظام راه ينضر وراه ينضر. يجيك مثل هادو الإخوان اللي راهم لحد الآن يتهايطون ويجيو يبروا لك ولا يبروا في كل منصات وكذا وكذا، ويقولون باللي احنا ما نركعوش لهذا النظام الفرنسي. النظام الفرنسي كون نروحوا غير للشروق 2024 نلقاو الشراكات الفرنسية الجزائرية والمشاريع الفرنسية في الجزائر، عباك تنخلع كيف نتايا ما تركعش لهذا النظام والمشاريع الفرنسية في أمر الواقع ليس في التيك توك. وجيت هنا تكذب عليا، أنا ما تكذبش عليا، ولا تكذب على انسان جاهل، ولا تكذب على انسان في البلاد ما يقدرش يتكلم وما يقدرش يهضر، باسكو على بالو كون يهضر راح يروح للحبس، راح ينغبن في الحراش، القفه ما يلحقهاش، الماء ما يشربوش. ما تبرهنليش، ما تجيش تبين لي بلي الجزائر قوه. الجزائر قوه في القمع الشعب، في حرمان الشعب، في سجن الشعب، في تجويع الشعب، في تهجير الشعب. ما كانش حاجة أخرى. نظام سياسي قمعي، دولة قمعية تحرم الشعب. ما كانش هكا تجي تقول لي باللي هنا كاينة ديمقراطية في ماذا؟ حنا كي نشوفوا صنصال محمد لامين بلغيت اللي يقول لك الأمير عبد القادر خائن، حتى هو يخرج يقول لك الأمازيغ هم جابتهم فرنسا، هو تاني يخرج عبلة قماري يخرج. هذه هي الدولة الديمقراطية اللي راني نشوف فيها أنايا الأمر الواقع. هذا كي نشوف انا محمد بلغيت مسجون ب10 سنوات ل 5 سنوات. هذه هي الدولة الديمقراطية. باش تخرج لي انا صنصال اللي قسم الجزائر على 10 وانا ضده 100%، فهمتني؟ اقسم الجزائر على 10 وما تجيبوليش للصحافة وتبين له وتبرهن له باللي هي الجزائر مقسومة صح على 10. الصحراء الشرقية هي مغربية كي دخلت انا صنصال. هكا انا نشوف تحليلي الخاص الشخصي، انا مانيش نحلل، مانيش كما يقولوا محلل. انا كي نشوف صنصال قال لك الصحراء الشرقيه مغربيه ودخلته للسجن، هنا باللي انا راني نشوف باللي هذا النظام يتغطى ويتخبى من واحد المستقبل جاي تاع الجزائر تنقسم. انا كي نشوف تاع الراي ونشوف تاع اللي دار هاشتاغ ضد بلادي ولا هاشتاغ مانيش مع الجزائر ولا انا مانيش كذا وانا مانيش كذا، حتى هو يخرج من السجن. هذه نعرف الدوله الديمقراطيه. من نعرف انا الدوله تتمشى بتليفون من اوروبا، راهي صعيبه هذه للشعب الجزائري. والشعب الجزائري هو يخمم فيها كيما انا خممت فيها، هو يخمم فيها كيما انا نشوف باللي المانيا تمشي تبون بتليفون. باللي نعرف هذا النظام ليس نظام تاع تليفون كيما راهو صاري في البلاد. حبيت ورقه بتليفون، حبيت ادريس بتليفون، حبيت داوي في عين نعجه بتليفون. حنا لا، حياتنا كاع نمشيو بالتليفون. هذا الشعب وهذا النظام يمشي دائما مسير. حنا ما عندناش راي في هذه البلاد، ما عندناش كلمه وما عندناش هكا كما يقولوا مستوى ولا شخصيه هكا نمشيو بها البلاد اللي ماتوا عليها 5 ملايين و630 شهيد ولا 1.5 مليون. لحد الان انا عندي مشكل في الارقام مثل تبون خلط لي الارقام دوكا راني حاطهم 3 ملايين. انا 3 ملايين شهيد، فهمتني؟ والله غير كارثه عظمى. تحياتي لكم. بارك الله فيك. غادي نشوفوا انير ولا ماسينيسا؟ شكون الاول اللي يطلع؟ والله ماني عارف. شوف المهم غير باش ما يقطع لا ماسينيسا يقطع انير ولا هذا. انا عارف انير ما كيقطعش. المفروض اولا اطلع ماسينيسا. تفضل انت اولا. انا ماسينيسا تفضل، ولا كنت قبلي. يزيد فضلك. اوكي. السلام عليكم. السلام على ضيوفك سي كمال وعلى جميع المتابعين الكرام اينما كانوا. نتمنى استفادوا من هذه الحوارات اكثر من من ما يضيع الوقت في الشخصنه. اقول في الشخصنه، خليها نقاش افكار
وكل فكرة تتقبل الخطأ وتقبل الصواب. أنا أرى هكذا، أنا أرى أن في الجزائر أن الدولة واقفة والقانون فوق الجميع هكذا. نتكلم عن الديمقراطية، نرى أن هذه الديمقراطية التي صدرت إلينا هكذا إلى بلداننا بأشكال يعني مختلفة ربما قد تنسجم لكن اما سينيسا لكن اما سينيسا درتي واحد الخطا. لا ماشي غير غنصحح لك وصافي، درتي واحد الخطا، قلتي هذه الديمقراطيه التي صدرت الى بلادنا. عبد المجيد تبون قال على ان الجزائر هي اللي صدرت الديمقراطيه للعالم. أنا أتكلم عن النموذج الحالي الحديث، أتكلم على الديمقراطيه التي صدرت الى بلادنا. عبد المجيد تبون دار واحد الخطاب قال ان الجزائر هي اللي صدرت الديمقراطيه الى العالم. أنا نتكلم عن المصطلحات ديالك، ما تضاربش مع الكلام الرئيس. نعم، حتى أضبط بشكلها الحالي الحديث. هذه الديمقراطية ربما قد لا تنسجم مع طبيعة وخصائص شعوبنا وثقافتنا المحلية، لأن أي شكل من أشكال العقود الاجتماعية ولا بد أن ينطلق من بيئته ولا يأتي من بيئة أخرى. يعني هذه الديمقراطية ولدت مثلا بعد مثلا الثورة الصناعية والنهضة الأوروبية في أوروبا، اتسعت إلى أمريكا كانت عندها نموذج خاص بها، بريطانيا نموذج خاص بها. إذن الآن يعني لو نتكلم عن الديمقراطية فهي شيء نسبي. هذا ردا على الأخ هذا المعارض الجزائري. أنا أرى أن مشكلتنا ليس أيضا في الشعب الذي يبرر، بل أيضا حتى في المعارضة أيضا التي تعارض بشعبوية، أقولها صراحة بشعبوية، وتهول من الأمور وغير متحكمة من الأرقام، وكثيرا ما يغرر بها. أقول ليس كل ولكن على الغالب. إذن كما يمارس الشعب التبرير بشعبوية، يمارس المعارضة بشعبوية. وفي ظل هذه الأشياء النظام الجزائري أرى أنه يعني لو نحتكم للواقع أكبر يعني من أن يعني يمشي يحرق بعض الغابات من أجل أشياء تحدث في العالم. مثلا سنة 2002 الجريمة التي ارتكبها الفنان الجزائري أمير الراي وهو الشاب مامي، أين يعني كانت عنده علاقة مع صحفية فرنسية معروفة، بعدها ضربها وحاول إجهاضها بالقوة بعد علاقة غير شرعية معها. شكون هذا؟ شاب مامي في فرنسا مع صحفية معروفة. على فكرة نعم. فكرتي تدخل بوتفليكا، نعم، وكان قرار سياسي وأطلق سراحه. ماذا كان حبس ماذا كان رد جاك شيراك على بوتفليقة؟ تم إطلاق سراح شاب مامي. اسمعني انا نقول لك سميت الشاب مامي، سميتو الحقيقي سميتو محمد. شاب مامي محمد، نسيت لقبه. ايوا دابا انت شاب مامي محمد خليفاتي، سميتو محمد خليفاتي امير الراي. الشاب مامي نعم. على هذه القصه منين كانوا سجنوه وحكموا عليه وخرج بالصراحه المؤقت، خلص 2000 اورو 200,000 اورو، يعني 200 مليون مغربيه. من بعد ذلك شنو دار؟ هرب وجا للجزائر، وفرنسا غبلات لم يطلق سراحه، خرج بالكفاله. ومن بعد ذلك جا هرب وجا للجزائر، وفرنسا خرجت مذكرات بحث دوليه في حقه، وصدرته الجزائر لفرنسا وادخل السجن. وحينها كان اتصل عبد العزيز بوتفليقه لمن اتصل بجاك شيراك. شنو قال له جاك شيراك؟ قال له بوتفليقه علاش ما تخليهش يضرب الحبس في الجزائر؟ فكان الرد ديال جاك شيراك شنو قال له؟ قال له انا مواطن فرنسي وهو محكوم عليه من طرف العداله الفرنسيه في قضيه وقعت داخل التراب الفرنسي، ولا دخل لي انا كرئيس فرنسا في هذه القضيه. إذا خليني نكمل. ولاش بديتي كتزور؟ علاش؟
انا مانيش نزور، انا قلت المفروض لو لم يكن قرار سياسي وتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقه لن يطلق في قضيه في فرنسا خاصه تمس المراه، لن يطلق لا صراحه ولا بكفاله، ولن تعطى له حتى الفرصه لمغادره التراب الفرنسي، وبعدها الحاك مذكره خلفه. قامت القيامه ولم تقعد فرنسا من جمعيات حقوق المراه الى غير ذلك على النظام الفرنسي الذي اتهم بانه تواطأ، وكانت صفقه سياسيه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الذي كان صديق لجاك شيراك. اذا هذه الامور تحدث، الحرائق تحدث، نيويورك حرقت. انا اقول ان هذا النظام الجزائري، سامحني سي كمال كمل كلامي وعقب كما تشاء يا اخي الكريم. غير بلا ما تغيظني في كل صديقي. شوف هاد مواقع التواصل الاجتماعي راه هي تصنع، هي سي كمال من اجل تطوير الراي العام. علاش لما تقاطعني سامحني، علاش كتكذب على جاك شيراك، وعلاش كتكذب على بوتفليقه، وعلاش كتقول انه اطلق سراحه وهو دخل الى فرنسا؟ اذا كان غادر التراب بطريقه قانونيه، علاش فرنسا غدير مذكره؟ سي كمال ما نقدرش نسول في وراك. انا نتكلم، كتكذب ما سينيسا. خليني نكمل. جاك شيراك ما بغاش يدخل في القضاء اصاحبي، قال له انا مواطن فرنسي، قال له هو دار جريمه. جاك شيراك منين قال له بوتفليقه ماشي قال له طلقوه، قال له علاش ما تخليوش يضرب الحبس في الجزائر؟ قال له في جاك شيراك قال له انا راني مواطن فرنسي بحال ذاك المواطنين. قال له هذا مامي، قال له محكوم عليه من طرف العداله الفرنسيه في واحد القضيه اللي هي وقعت داخل التراب الفرنسي. قال له ما عندي حتى شي دخل فيها، وانت الموضوع ما طلقوا، ضرب العقوبه الحبسيه ديالو كامله، وبوتفليقه بغى يحول السجن ديالو داخل الجزائر وخلص 200,000 اورو، وانت كتقول لي احقق على بوتفليقه. شنو قال بوتفليقه؟ خلص مليون اورو. اولا سي كمال هذه الطريقه تاعك 200,000 اورو نتخاطروا انا وياك. 200,000 اورو، اسمح لي يا سي كمال نتخاطروا انا وياك، ماشي مليون. خلص 200,000 اورو ماشي مليون. 10 ملايين ان شاء الله. مش هذا الاهم، ما فهمني يا سي كمال، مش هذا الاهم. اسمع نقول لك، الوكيل الاعمال ديال الشاب مالي اللي كان ديك الساعه شكون كي سميتو ميشيل ليفي، خلص شحال خلص هو تا هو براسو تعتقل لانه كان شريك في ذاك الجريمه، خلص 50,000 اورو. والشاب مامي اللي هو المجرم خلص فيها 200,000 اورو وخرج غير بصراح، ومن بعد ذلك هرب ومشى للجزائر. منين هرب داروا مذكرات بحث في حقه، وفرنسا جابته من قلب الجزائر. وبوتفليقه ارسل رساله اش كيقولوا له، ارسل رساله لجاك شيراك قال له خليه يضرب الحبس في الجزائر، قال له انا مواطن فرنسي وما ندخلش. شوف سي كمال، ما نقول لك انا، شاب مامي مشى في حمله الرئيس بوتفليقه، دعم الرئيس بوتفليقه كفنان عالمي، كفنان للراي وتعرف وزن الراي في الجزائر وفي المنطقه في العالم ككل. مشى مع الشاب مع الرئيس بوتفليقه في حملته الانتخابيه. انا نقول لك ان الرئيس بوتفليقه تدخل في قضيته، ولو لم يتدخل الرئيس بوتفليقه في قضيته تعرف ان القانون صار في فرنسا. شمن حمله انتخابيه؟ من سنه 1999 كان معه اول ترشح لعبد العزيز بوتفليقه. 1999 كان الشاب مامي معه من الداعمين لبوتفليقه، تدخل، ولولا هذا التدخل مامي سوف لن يحصل على اي فرصه لمغادره التراب الفرنسي. افهم؟ لا اقول لك العقوبه الحبسيه تممها بالتمام والكمال، ولا خرجوا عبد العزيز بوتفليقه؟ لا يستفيد حتى من الوكاله. واش بوتفليقه قدر يخرج واش قدر بوتفليقه يخرج شاب مامي من الحبس؟ نعم، استطاع ادخاله على الاقل الى الجزائر ولم يقضي عقوبه السجن في فرنسا التي كانت ستدوم. ما سينيسا صاحبي، واش كتكذب علينا ولا كتكذب على الناس اصاحبي؟ طويل الملف. انا اكذب. نمشي لنقطه اخرى يا اخي. انت ما عرفتش الشاب مامي يا صاحبي، انت ما عرفتش الشاب مامي، وكتقول لي انت كتقول لي راه ضرب الحبس في الجزائر. بوتفليقه كانت الغايه ديالو انه الشاب مامي يضرب الحبس في قلب الجزائر. فانا نعاود لك القصه من بعد ما يضرب السجن يا اخي الكريم داخل الجزائر. الرئيس اسمعني غير باش تفهم. هذا الشاب مامي في 2007 تم الحكم عليه بتهمه الاغتصاب
بمده ديال 5 سنوات و200 الف اورو ديال لا ليس اغتصاب، الكفاله. وغاسمعني، ليس اغتصاب، ليس تهمة اغتصاب، أكثر ماشي تهمة اغتصاب، جبد لي المحضر ديالو، ماشي تهمة اغتصاب. جبد المحضر ديالو الناس اللي يشوفوه. كان على علاقة مع صحفية هذه يا ودي حادثة الفندق هذيك كذا منها تتعلق بالاغتصاب، واش كاتبيه ومانيش عارف صار. واش بك انت ماسينيس شرك فرط علينا؟ صبارة صاحب القلعة ماشي دوري. كان تهضر على قضية ما عندكش علاقة بها. كان عندها حملة سي كمال منه. الشاب مامي حاول إجهاضها بكل الطرق، رفضت الإجهاض، ضربها. والضرب والاعتداء والعنف وتعنيف المرأة في فرنسا هذا يدخل في محاولة حتى القتل ومحاولة الإجهاض بالقوة، يعني جريمة مستحيل في القانون الفرنسي تمشي حتى 20 سنة، ومستحيل يطلق سراح لا بكفالة ولا بوكالة ولا بأي شيء. أنا نقول لك الرئيس بوتفليكا دخل سياسيا حتى استطاع الخروج من فرنسا، ولما خرج من فرنسا قامت القيامة ولم تقعد بسبب هذه القضية. إذا نعود لصار نفس الشيء قرار سياسي. فرنسا اليوم عبر وسائل إعلامها تبكي ويقولون خسرنا ملف صنصال، وهو الآن في ألمانيا من أجل العلاج في، يعني أقول لك في أيامه الأخيرة، لأن حالته يرثى لها بسبب 2 كونسير، واحد في البروستات وواحد في البنكرياس، إضافة إلى أنه يعاني من السكري مع التقدم في السن. أنا أرى حتى أختم، أرى أن هذا النظام يتكلموا على حرائق اللي توقع في كل مكان. أنا أريد أن أكون وسطي، لا أريد أن أكون أبرر بطريقة يعني عشوائية، ولا أكون مثل المعارضة التي تعارض من أجل المعارضة وغير متعكرة. هذا النظام الذي الآن يتحمل عاتق ما يقع في الساحل ويدور ويدير اللعبة في منطقة الساحل، له يد في ليبيا، له يد في تونس. أعتقد أنه أكبر من أن ينزل يحرق أشجار زيتون من أجل قضية هذا الشيخ هارم صنصال الذي انتهى موضوعه. والآن الجزائر تشكر من طرف ألمانيا ومن طرف فرنسا لهذه اللفتة الإنسانية. هم لا يبرئون صنصال، هذه إهانة لصنصال. ألمانيا لا يبرئ صنصال، وإنما طلبت أن يعفى اسمعني بهدلتونا. قل لي الله يا أخي كريم، بهدلتونا، ضحكتوا فينا العالم. تقلبون الحقائق يعني بصورة أحيانا تثير الضحك وأحيانا تثير الشفقة في الوقت الذي ألمانيا والجزائر على إنسانيتها، فرنسا تشكر الجزائر على إنسانيتها ولا تبرئ. المفروض تبرئ صنصال من تهمه. المفروض هنا يوقفوا يقولوا هذا ليس بمذنب، ولكن العكس، هم يشكرون تبون لان صنصال مذنب وتبون يعني شكون شكروا؟ وين شكروا؟ إنسانية عنه نظرا لكبار دقيقة أنير إذا السلام عليكم. أنا أستطيع شكون شكروا؟ وين شكروا؟ أن أمرر مسينيسا قل لي لا تطرف موجود يا أخي كريم. قل لي أي أنا معك. اسمع، شوف، أنا بغيتك غير حاجة وحدة. قل لي البيان اللي كيتضمن العفو الرئاسي بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال اللي داروا عبد المجيد تبون. شنو كيقول؟ العفو الرئاسي لا يشمل شنو هو العفو الرئاسي اللي عبد المجيد تبون قال على انه يستثني هذا العفو الرئاسي الاشخاص اللي محكوم عليهم نهائيا لارتكابهم جرائم الارهاب. زيد غادي تلقى ان بوعلم صنصال الجريمه ديالو كيقول لك على ان العفو يستثني هذه الجريمه. عاد دار عمك عبد المجيد تبون في الذكرى 63 عيد الاستقلال، ومن بعد ذلك جات المانيا ولا خرج كيعفو عليه بالجريمه اللي هو قال لك ان العفو كيستثني هذه الجرائم. وهذا هو علاش لا كتكذبوا. واخا مسينيسا، شوف نقول لك واحد القضيه. انا نعطيك الكلمه انير. مسينيسا اسمع، اولا انايا في هذا المنصه باش تعرف الهدف ديالي في هذا المنصه راه ماشي كنشوفوه هنا، كيشوفوا الناس الخريط
انا راني غير كنصحح لك المعلومه وانت يمكن لك دير السفساطه وتخرط فيها، ولكن حنايا لاش شنو الهدف ديالي؟ باش نبينوا الكذوب ديالكم. ها انت اللي ما عارفوش دابا، انا خصني نبين الكذوب ديالكم وكنبينوا الحقائق. لذلك انا غنقول لك وانت سير كذب، شغلك هذاك. انا كذب عليا، انا عارف الحقيقه، والمغاربه والجزائريين كنقولوا لهم الحقيقه، وانت سير طبق مع راسك باش تجي انت ترد القضيه الشاب ضامي انه دخل ولا مشى للجزائر. مشى للنبق، ماشي مشى للجزائر. باش ما مشى للجزائر لا والو، هرب للجزائر، هربتوه وجابتو فرنسا وسلموا عبد العزيز بوتفليقه السي محمد، فهمتي؟ وجاك شيراك ما بغاش يعطيه لبوتفليقه باش يضرب الحبس في الجزائر. قال له انا مواطن فرنسي، قال له هو دار جريمه فوق التراب الوطني الفرنسي، قال له والقضاء حكم عليه، قال له وما دخلي انا في هذا، شو على استهزاء بكم، ما دخلي انا، هذاك جزائري دار جريمه غيتعاقب بها وما دخلي. علاش عبد المجيد تبون ما يديرش نفس الشيء اللي دار جاك شيراك مع بوتفليقه؟ يقول له حنايا مواطن جزائري دار جريمه فوق التراب الوطني الجزائري، والقضاء عطى المعطيات ديالو، ولا دخلي انا رئيس الجمهوريه، ان القضاء مستقل. يقول له لا دخلي لي انا في القضاء، القضاء مستقل على اي سلطه، السلطه القضائيه لا يمكن ان يتحكم فيها لا جيش ولا امن ولا رئيس الجمهوريه ولا حتى شي واحد. القضاء مستقل، لان هذيك هي العداله اللي كتفصل بين الحاكم والمحكوم. الا ولات العداله كيتخذ قرارات باوامر من رئاسه الجمهوريه فتبا على العداله الجزائريه. تفضل اخي انير. السلام عليكم، تحياتي. انا نبدا العنوان ديالي: لولا العبيد ما وجد طغاة. لولا لكادياس اللي يسموا باسم الاحرار تاع القبائل اللي هما ملوك القبائل، ويطلع لي إتان كادياس اللي ما تستحيش على عرضكم. اليوم رانا مفضوحين عالميا، واش تزيدوا اكثر من هكذا؟ خليني نهضر باللغه اللي تفهموها. هذاك اللي طلع لي في الاول يقول لك الزيتون وبدات حرائق الزيتون. انا وليد الزيتون يا اخي، انا وليد وليد ثدارث نقولوها بالقبائليه، ثدارث. وانا عندي الزيتون وعندي اهلي في الزيتون. ما كاش الزيتون هذا العام، ناقص. باش نقولها لك ما تكذبوش على الناس، كاين كثرة الزيتون وما شاء الله، وكاع الماء ما عندناش باش نسقوه. الزيتون هذا الناس حصلنا في الماء العاصمه وما عندناش الماء، كيفاش يكون عندنا في الدوار الماء؟ هذه وحده. الاكاذيب بصح كيفاش ما كاش الحرائق في اماكن اخرى؟ احنا المغرب العربي حتى في يعني ولايه الجوار، علاش ما فيهاش الحرائق؟ لان القبائل اللي حرحروكم صفر قبائل انتخاب. ابالي كادياس كيما انت اللي طلعت هكذا تكذب بينا، والاخر الاستاذ على بها المستوى تاعنا، على بها طغاة دامو. هذا واش حبيت نقول لكم. ها السيد كان يقول لك احنا عندنا مسؤولين كي صرا حدث، هاو انتوما تولكم ثلاثه، نورمالمون ما نقولش هذه الكلمه، كي غرقوا 18 في واد الحراش، والسيت بيب نتاعك خرج ويقول انا كنت في عطله مع ابنائي واحفادي، والجزائريين كانوا يدوس فيهم الزيغو تحت البون ويغرقوا. كيفاش ما حضرش؟ كيفاه بالله عليك وتقول حنا كي ماشي كيما يا خوتي ما تكذبوش على نفسنا. حنايا الاحرار عندنا الذاكره قويه، لا ميموار تاعنا لي فورت مينتو طبلو. هذه وحده. الثانيه الجزائر لا تركع. والله اليوم نمسح بكم الارض، ما تستحوش على روحكم. نقول لكم بعد الضربه القاضيه، باسكو نحسبكم جاوكم 5 ضربات في شهر اكتوبر في الامم المتحده. خلينا من ضربه تاع حقوق الانسان اللي عطاوكم صفحه، خلينا السيناتور اللي راح اشتكى بكم في البرلمان الاوروبي وعطاكم صفحه، خلينا الاطفال اللي هربوا بالبوطي، وخلينا كي جات قضيه الصحراء المغربيه خرجتوا ب11 صفر. حتى اعز حلفاء تاعكم روسيا رحتوا تشروا في الدقيقه الاخرى سلوفينيا وعطاتكم بكف لو لوندوما. هذه الحقائق. مالا واش رحتوا ديروا؟ هذه هي
لازم تقلبوا شويه الراي عام. خرجتوا لنا قضيه حملاويه حقيقه مع ياسين النطرش باش تغطيو. اليوم كي جاتكم الضربه تاع صنصال، نقول لك يا اخي، يا الاكاذيب تاعكم ما يفهموش. كي جاتكم الضربه تاع الصحراء، القضيه تاع الشيوخ اللي يسيطروا على الحكم، اللي 90% من الشعب الجزائري ما انتخبش عليه، واش رحتوا ديروا؟ صبتوا روحكم فافا اللي تنقدكم فرنسا. ويا ويل يا ويل، كاين المغرب من اللور وكاينه طرومب من اللور. ما لا اموا فرنسا تقدر تسامح لنا. او قال له هذاك اللي تسموه رئيس، قال لسعيد سعيود، قال له لازم تعيط الفافا تاعنا، هي تقدر تقدنا. واش قالت له فافا؟ ناض الصحافه تاعكم، صحافه الزيكو، قالت ننتظر زياره وزير الداخليه للجزائر. غيبوستات الصحافه الفرنسيه وقالت لا، كانت الحكومه الجزائريه والوزير الداخليه هو الذي يطلب زياره الوزير الداخليه الى الجزائر. والمشكل وزير الداخليه ماشي وزير خارجيه، نقطه استفهام اللي يعرف يفهم. هذه هي. من بعد التما قال لكم اروحوا ونحوسوا عليكم. اولا صنصال، من بعدكم جايكم الدق. بصح فرنسا ما تراجعتش على موقفها على الصحراء المغربيه. راحت صرات لكم كي مع الاسبان. نهار اسبان جبدتوا السفير تاعكم، يا المبردعين تقولوا حنا واحد ما يركعنا. اسبانيا تراجعت على الصحراء المغربيه. ونزيد نقول لكم، ولاو يضحك عليكم النظام تاعكم المبردع. خلصتوا لي دوماج انتيري، خلصتوا تعويضات الاسبانيه على كاع الشركات اللي حبسوا مده هذوك العامين. فوزا اون بيي طري شار، خلصنا الفاتوره غاليا، والشعب يموت في واد الحراش وفي البحار، وما عندوش الماء في 2025. واليوم عندوش الماء في 2025، واليوم ماشي اسبانيا. واليوم باش فرنسا تحموا روحكم، لان الايام المقبله السفير تاعكم يرجع مطأطئ الراس الى باريس. هذه وحده. ثانيا العقود اللي راهي مع فرنسا عمرها ما حبست، وخرج لكم نقاز هو طبال النظام، او خرج يكشف لكم بالملفات بلي فرنسا دات الغاز تقريبا مجانا 40 سنه. ودوك ماشي غير هي تدي كيما دات لا سوسيتي شافرون امريكا 80% تاع العقود اللي دارتهم من جهه الغاز. وراهي جايتكم حتى بنيصوص اللي نهار كامل انتم تصيبوها عذرا لخوتنا المغاربه، على الاقل هما دايرين كما يقول لك مطبعين عناني. انتم مطبعين تحت طاوله، اليوم تولوا مطبعين عناني لانكم لو ما طبعتوش طرمب العصا اللي من عصا، وعندكم قضيه الصح. ولكنه الجماعه الكباب اللي راهي عندكم طرمب، يا تمشوا كما يبغي طرمب ويمشي المغرب وتأمر فرنسا، يا جماعه راهي الكبابيه اللي عندكم على بالكم واش يصرى لكم. وهادو ما كاع واش تزيدوا؟ قلتوا حنا عندنا السياده، سحبنا السفير من اسبانيا وراجعتوا، واسبانيا ما تراجعتش، وفرنسا هاد الايام تشوفوا السفير تاعكم واسمعوا قولوا هاد الخاين والخبيث قالها. شوف الليله اللي قبل حلفت لهم غير صنصال غدوه طارق، قالوا لي جزائريين والله وكان يتنطلق غدوه نخرجوا مانيش عارف، واحد يقول لك نكمل حياتي، واحد نخنق روحي، واحد ورونا روحكم ابطال. اليوم خرجتوا بتبريرات، دوك يخرج لكم يخطب لكم هاد الايام يقول لكم على لدواعي صحيه. والصحيه علاش ما كاش؟ على عبله قماري، على ابراهيم العلامي، على محب بن حليمه، على درنوني، على محمد تجديد، وعندنا ميم شيوخ راهم في السجون كبار وعندهم سرطانات وعندهم امراض مزمنه، وكاين اللي ماهوش راح يعيش شهر. وراهي الانسانيه هذه وحده. قولي القوه الجباره، ولان النظام تاعك بقى معزول وما عنده شرعيه لا داخليه مع شعبه، لانه يعلم يقمع شعبه، عمره ما خلاه ينتفض ولا يخرج ولو يأيد الغزاويين. والصفعه الكبيره اللي جاتكم تغنيتوا بفلسطين نهار حماس دار سينيا لي زاكور دو بي، ما ذكركم، ما عيط لكم، ما انفيتاكم.
شكر قطر وشكر مصر وشكر تركيا. اسكو انتو تفكركم كاش واحد؟ يعني الشعارات هادو خلاص مات عليهم الدهر، وحنا على بالنا بلي كرهتم ومشيتم. كانت عندكم فرصة واحدة، بصح نظام الملك الخطاب الاخراني ديالو قالكم اليد الممدودة لحفظ ماء الوجه. يا هل ترى وكان استغليتوا الفرصة اللي عطاها لكم محمد السادس كنتوا ما تتمردوش، تتمرمدتوا قدام الأمم 11 دولة من بينهم حلفاء تاعكم، بعتوا كاع البلاد وعطيت لهم كاع الفلوس وما عطاوكمش حتى قيمة. هذه هي الحقائق تاعنا، وما زال واحد ما يركع الجزائر. رانا راكعين ومسحوبين الارض، ورانا خلاص الحيط قبناه وحبطنا والتيتانيك غرق ودخل تحت الرمل ماشي غير الماء. هذه هي لا رياليتي. وكان ما تفيقوش متبرديع، ما كي تطلعوا تتزعم على المغربي يعرف خرايبك، والشنوي يعرف خرايبك، والموريطاني يعرف خرايبك، والمصري والسوداني والسوري والغيرهم والاردني يعرف خرايبك. انت تمد 200 مليون لبنان وبيروت زنقه فيها شبع العاصمه تاعك، انت الماء ما عندكش. هذه هي الحقائق تاعنا. واش تكذبوا؟ نزيد نوجعك، نعطيك الحقائق. كزافي دوريونكور السفير الفرنسي في الجزائر واش قال عندها اسبوع في حوار لقاء صحفي، قالت له الصحفيه قالت له ما رايك؟ البعض يقولوا بلي ما درناش اللازم مع، باش نهضر بالدارجه، ما درناش اللازم مع هذا المنظومه، هذا لو بوفوار الجيريان. قالها وي اون ريان في بور لو مومون، ما درنا والو. قالت له واش نقدروا نديروا؟ قالها نعطيك ولاد جنرال شين الريحه راهم عندنا. قالها ولاد وزير الداخليه ما عندنا. قالها عندنا اكثر من 50,000 مسؤول جزائري عنده الجنسيه الفرنسيه، او خرجها جبور كي درتها له، خرجها بالجرايد وخرجها في كدا. قال لهم هادو برك ماشي غنلويو درعهم، نحبطوهم. وهي كلش كان يتخدم. هاو قال لكم لومباساد فرونسي اون الجيري السابق اللي يعرف خرايبكم، باسكو كان امباساد من 2008 à 2012 وكان امباساد من 2017 حتى 2020. وقال له عندنا كاع الامكانيات ماشي غنركعوهم. قال لك مازال ما استعملنا غير حاجه قليله، انتو تقدروا فرنسا. اسمعوا يا ناس، كما قال لك هذاك الديريكتور جينيرال واش اسمه الهامل، قال لكم باش تحارب الوسخ لازم تكون نظيف. انت باش تحارب دوله عظمى كيف فرنسا ولا غيرها لازم يكون عندك دوسي بروب، هو اللي دوسي تاعكم. عندكم 50 جنرال في السجون، 50 برا يتنحرون وبعضهم عاتبون والاخرين للخارج هاربون بملفات سوداء للغرب مقدمون. شي تقول لي انا عندكم وزاره في السجون ووزاره هاربون بملفات سوداء لفرنسا ولغيرها مقدمون، منهم بوشوارب، منهم الجنرال تاعكم واش يقموه اللي كان حاكم واش يسموه بالك ياسين يفكرني فيه، اللي كان حاكم مرتو كانت تاع تيبازا يا ربي واش يسموه هذاك الجنرال يا بالقصير فوالا. وعندكم شنتوف وكاين اسامي اخرى وشاريين دي بالاس في الاسبان وساري، ويضحكوا عليكم وتقولوا حنا واحد ما يركع. رانا راكعين. الجزائري ما عنده قيمه لا في الداخل ولا في الخارج. اليوم راهو مطارد في الدول الاوروبيه. روطايو كان شغله شاغل، وقول لك روطايو طيحناه، روطايو ما طيحتوش، راهو رئيس تاع الحزب وهو الرئيس المستقبلي. تقولوا اليمين هو اللي جاي لفرنسا على عام ونص، هو اللي يكتم. وقول لي يتكسل عليه وقطع العلاقات معاه.
انتم تركضون وراء فرنسا، تموتون على فرنسا، باسكو انتم ضباطكم ضباط فرنسا، لان الرجال اللي حاربوا فرنسا اختلتوهم في 54 حتى ل 69 وانتم تغتالوا فيهم. تحب نذكر لك الاسماوات اللي اختليتوا في وجده، اللي اختليتوا في الاسبان، اللي اختليتوا في فرنسا، اللي اختليتوا في فرانكفورت في المانيا. مي حنا احرار، حنا عندنا ذاكره قويه، مام صغار في السن رحنا قرينا، باسكو العالم هذا صغير بهذا الجوال اللي تصب بنيسوس هو اللي خدم لك الجوال هذا اللي باش راك تشتمني وتصبني. بنيسوس هو اللي عطاك اللقاح تاع الكوفيد تاعك ولا ما تعرفوش والنظام يضحك عليه. بنيسوس هو اللي كان باش تتحرر كان مع استقلال المواطن الجزائري، ماشي تركيا اللي راك تركع لها. وتركيا على الاقل بنات بنيه تحتيه ولات دوله مدنيه. نهار كانوا العسكر كيما حنا كانوا يرفدوا شكاره باش يشروا باكيطه، واليوم ولات قوه وما عندهاش ميزانيه الدفاع اللي راكو تنهبوها، وخدمت الاسلحه وعندها اكتفاء الذاتي تاع الاسلحه 80% وتبيع للغرب، تبيع روسيا اللي تنبطحوا عندها وتشروا الاسلحه الخرده ديالها. هي روسيا تشري من تركيا. ايران تاعكم هذوك اللي تتلاعب بكم رغم الحصار اللي عندها وخدمت اسلحه. انتم واش خدمتوا؟ الما شوقتوه لنا يا عبد الله يا بو الرب. في الجي ما عندكش 2025 اللي تحداني واحد يقول لي روح طنجه ولا مراكش ولا فاس ولا دار البيضاء ويروح له الماء دقيقه. فوزات فطنوا بركه ومن تكذبوا. المغربي يعرف خير مني التاريخ تاعي. المغربي وكان طلع معاه يريشني وماشي اكاذيب، حقائق. انا كي نسمعهم يهردروا المغاربه من غير كمال. انير بخصوص الماء القلعتين، خليها صاحب القلعتين. هذه هي الحقائق. الحقائق تاعكم ما حبيتوش تستعرفوا. وقتاش تستعرفوا؟ تحاصرنا. ناضت المالي تتهم فينا، النيجر تتهم فينا، ناضوا الخليجيين ضدنا، الامارات ضدنا، السعوديه ضدنا. وين انا رايحين؟ فرنسا اللي كانت حاميها حراميها اللي كانت هي اللي خلاتكم في البوفار جوسكا اوجوردوي. فرنسا اللي خلاتكم، اللي حماتكم. وفرنسا تعرف خرايبكم، وفرنسا راكم هاربين اموال الشعب الجزائري وثرواته الى فرنسا. عندكم ارصده، ابنائكم وابناء ابنائكم عايشين وعندهم الجنسيه الفرنسيه. انتم اللي تهمكم فرنسا ماشي ايطاليا ولا اسبانيا، لانكم لما ركبتوا ايطاليا اليوم عاودت دارت العقود مع امريكا. الاسبان عاود دار العقود مع سلطنه عمان. العالم كاع يجبد روحو منكم. هذاك الغاز اللي كنتوش تنتميديو به الدول خلاص هربا منكم، لانكم ماكمش دوله، ماكوش منظومه فيها ثقه. يسني معك كونترا غدوه تدور عليه باسكو عنده موقف سياسي تدور عليه. شكون بقى يعطي فيكم الامان؟ باسكو عندنا عصابه تقمع شعبها وتجوع شعبها وتنهب امواله. وربي يكشفكم. ما تسالوش حتى ولو تدخلوها في الديانه. هو ربي معاكم ولا مع المغاربه؟ اني نشوف ربي مع المغاربه، ماهوش معاكم انتوما. زاد لكم هم على غم. الميزيريا والامراض، الكوليرا، الملاريا، السيده، داء الكلب. وين راهو ربي معاكم انتو؟ وين راهو ربي معاكم؟ هذه كي نجبدها لكم دين. ما راهو لا العبد معاكم ولا رب معاكم. توانسه كرهوكم، الليبيين كرهوكم، المصاروه كرهوكم، السوريين كرهوكم كاع الجناس. اما الاوروبيين حدث ولا حرج، يسمعوا كلمه الجيريان خيان يهرب منك، يحسبك كبابي. وهكذا وتخرجوا تفرعنوا. نهار حكموكم داروكم في الطيارات جبارتي غيبا. هيا كون راجل للاخر، كون راجل خر وتخرج هنا تعطل الجزائر واحد ما يركعها. انت ما تخدمش حتى واش تاكل، والله تغلق عليك اوروبا. روح اقرا الاقتصاد تاعك، لي دات انتيريور اللي عندك 180 مليار دو دات انتيريور. لا بلونج ابي من 2017 وانت تطمع في الاموال. نهار جا هذا في 2019 كانوا عندنا 61 مليار دو دولار، اليوم رانا تحت ال 50. اليوم الميزانيه تاعك تصرف، دير الميزانيه تاعك اكثر من المدخول تاعك. واحد يصور 100 اورو ويصرف 300 اورو. على عام ونص ندخلوا صندوق النقد الدولي. بدا يقول الوزير تاعكم مي هما عمروا شكاير وبعتوهم للخارج. هذه هي الحقيقه تاعنا. باش تنوضوا تقولوا لي احنا واحد ما يركعنا، رانا مركوعين.
كي ما عندكش الماء راك مركوع، كي ما تقدرش تخدم سياره مدنيه راك مركوع، كي ما تقدرش تخدم امبياس راك مركوع، كي ما تقدرش تخدم الدبابه تاعك راك مركوع، كي ما تقدرش دير اكتفاء الذاتي تاعك تاع القمح راك مركوع، كي راك تجيب تستورد تقريبا كل شيء. مي هذا النظام علاش دار هذا الشيء؟ كسر واش كان موجود في السبعينات اللي باش يعمر شكاير وينهب البلاد. وهذه هي الحقيقه تاعنا. ففطنوا على روحتكم، مسحوا بين الارض. حتى الديكتاتوريين اللي جاوا بعد الستينات باعوا البلاد بصح ماشي بهذه الطريقه. على بالكم بلي لي زاكور تاع لي ملتي ناسيونال لي ديرني طون في وقت بوتفليقه 49 51 اليوم راهي 80% مع لا سوسيتي شيفرون ومع لي سوسيتي ايطاليان واسبانيول وفرنساز. بصح هكذاك راهم يلغيو العقود لي ايطاليان ولي اسبانيول باسكو خلاص قال لكم الزيت تاعكم شربوه وحدكم، بهدلتونا. هكذا اسمح لي خويا كمال، عادة ساعات واحد يتنرفد كي يسمع هادو. تحياتي خويا. بارك الله فيك. انت معنا خي انير، بس مازال نطرح عليك بعض الاسئله. عليكم السلام عبدو. شوف عبدو، نقول لك واحد القضيه. انا قبيله كتهضر لي على التصاور، انا لا دخل لي بداك الشيء، لا دار صاحب القلعتين شي تصوير عليك. اسمح لي كمال، دير تصويره كتخصو هو. معليش اسمح لي كمال، كنقرا اللايف. اسمح لي دقيقه، دير عليه تصويره هو. انايا بالنسبه بصح اسمح لي كمال. تراك كتعرف ليبي جزائري. تراك مولا اسمح لي تراك مولا لايف عندك ناس محترمين راك تعرفهم، واحد 5 ولا 6 يجوا يطلعوا عندك يتحاوروا معاك. دروك جلاد افريقيا انا ما يستفزنيش بصح احتراما لللايف. صاحب القلعتين اسمح لي يدير الرئيس، انت تقبلها على الملك تاعك، اللي تقبلها قول لي عادي نورمال. انت واحد يقول لك رئيس. واحد القضيه عبدو، شوف انا نقول لك غير واحد المساله باش تفهمني. انا المغربي ما نخليش يدير التصاور. مثلا جلاد غنقول له حبس داك الشيء، ما غيبغيش، شنو غندير؟ اذا نتايا لا قاسك شي واحد انت عرف الجنسيه ديالو ودير عليه شي حاجه، يعني انت خصك تعرف كي دير التصاور. كمال انا هذا اللي كنعرف، انا غير مسؤول. يا كمال شوف اللايف تاعك اذا تخليه محترم، معليش ما ديرش تصاور. انا حاورني مش عارف دابا غنحيدو مساله تصاور. انا بالنسبه مساله تصاور اي معليش، انا درت مثلا ذبابه فوق عاودها، اسمح لي فوق حمار، هذه واش ديروا؟ صافي خلي ماشي هو ما هضرش عليك، هو دار تصويره على التصاور. حنا ما نقيسوا موزع واحد، حنا نمشيو غير بالنسبه. صح كمال. شوف ندخل نتحاور معاك في السياسه فاش حبيت، بصح تصور اللايف تاعك تقدر تمنعه. دوك دير لي رئيس، انا رئيس تاعي ديروا مانيش عارف هكذا ولا هكذا، شكون يقبلها لك؟ يطلعوا يسبوك كامل ويهبطوا ويطلعوا يديروا لك تصاور كيما هم ويهبطوا وتخسر اللايف تاعك. نتحاوروا في الحوار اللي راك حاب فيه. اما فيما يخص هذا نقول لك احنا الرئيس تبع لا حابين، عطيني شويه وقت، باك راك عطيت الاني الوقت، راك تعرفني انا والله كي ما تسبنيش ولا ما تلحقليش الرموز تاعي نتحاور معاك كل يوم، نجي عندك نتحاور معاك. بصح تسب لي الرموز ولا صوالح باينه باللي نتنرفا ونتسب انا وندير شي حاجه ونهبط ومش نطلع عندك عادي. نقول لك احنا الرئيس لا حابين هذا، قال لك راكم منبوذين. اما الحاجه كمال شوف من تزي وزو الاينا ميناس شتك تريح في قهوه ولا ريستور ولا في ترونسبور ولا هذا تبون محبوب. هذه نحكي لك، راه يحكي لك واحد جزائري في وسط الجزائر، نقول لك انا راهم هادو اشبه انير وهذا مانيش عارف واش يسموه، هذا اللي راه الفوق وصاحب القلعتين. دوك انسان حبته الناس. ربي صاحب القلعتين عاشت كيفاش واش كاين يتحاور معك عادي، نحكي لك في الواقع. دوك انسان ربي طلع الملك سبحان الله، عطاه التبون حبته الناس. اي كيما انيل هذا وصاحبه، وحنا زيد تبون حبيناه. شوف غلق على فرنسا، اسبانيا دير فيها البدء، ايطاليا سكر على واش يسموها مالي راه صاري عندها لنكر، الدوله اللي تنفعلوا فيها وتغلط معانا يسكر عليها الحدود. هذا حبوا الشعب الجزائري، حبوا الشعب الجزائري ما تقدرش. دوك انت كي تقول نرجعوا للمساله تاع النار. امريكا مؤخرا فنانين من الهند من العالم باجمله تحرقوا المجوهرات تاعهم، تحرقوا الاستديوهات تاعهم. هل هذه زعما مؤامره؟ علاه ما قالوش لترامب هذه مؤامره وانت راك دير هيك؟ اسرائيل اللي نتوما راه عندكم حلف معها مؤخرا النار كلاتها، هل هذا مؤامره على نتنياهو ولا لا ولا كش ما جبدوكش حاجه ولا كش ما هضروكش هضره؟ النار
جات حنا الله يبارك عندنا الجبال عندنا صوالح بزاف، جات نار وراها مسيطره عليها الدوله، راهم الطيارات يطفوا فيها. الشعب الجزائري ماهوش يقول في كلام. كندا تساونها 63 سنه وحنا نسمعوا كندا القوه الطاغيه ما عندهاش في كندا باش تطفي النيران باسكو هي اللي تساعدها. معليش انير درك نرد عليه. امريكا طفت النيران على كل حال، يعني كون ما طفتهاش كتكون كوارث اكبر. انا علاش تقول لي معليش انت المشكل ما طفاو ما وداروا كارثه. كمال انا علاش واخا صاحب القلعتين خلينا نكمل. النار حنا دوك راه الشعب يعاون، يجيبوا لهم في الماء، يجيبوا لهم في الماكله. مي الشعب داخليا ماهوش سامع بهذه قصه صنصار ولا في التيك توك. هنايا شكون اللي متحاور عليها؟ كمال مغربي صاحب القلعتين، انير جلاد من ليبيا، وكاش جزائري يعني يطلع جزائري يحكي لك الواقع واش رانا نسمعوا في البلاد واش رانا نشوفوا بعينينا. اما المعارضه انا نجيب لك معارض مغربي هنايا يقول لك واش راه صاري في المغرب. شوف المعارض عمرك اللي تطلعوا في جالس تستدل به حتى وهذا رايك. انا اذا راني نطلع عند معارضين مغاربه بصح والله ما نستدل بهم، خاطر المعارض تلقاه يضرب في النظام ويقول لك مش مليح وعلى اساس باش يسقط النظام هذاك يرجع للبلاد. اي معارض تجيب انت معارض وتقول هذا انير، رجع لي شوف اليوتيوب تاعك تاع البارح، نفس الهضره تاع البارح نفس الهضره تاع اليوم، راح يطلع عند الملكه، يطلع عند اسعد الشرعي، نفس الكلام يقول فيه يعاود فيه. اقسم بالله نفس الكلام ما عندوش واش يقول. تاهي درك تجي تحكم على شعب جزائري 45 مليون هم اللي جابوا الرئيس، حابين الرئيس، وفر لنا حنا عندنا نقائص راهم يخصونا نقائص، اي حاجه تجيب بالعقل. دوك انت تجي تفرض حنا الشعب الجزائري، الشعب انت اللي راك في فرنسا وراك تقول النظام، روح معانا انت، روح لينا هنا للجزائر، وروح انت يا وقف في العاصمه. وراه محمد تاملت وراه كمال فخر يا ودي خليني انت قلت اسمع، انت قلت لي نوجعك بصح ما وجعتنيش، انا نوجعك، انا اللي راني في الجزائر. نعطيك اسامي اخرين اللي هم تحت التراب. كمال قالوا لهم ادخلوا تهضروا. محمد عبد الله وراه بحليمه وراه ضريتك. اسمعني انير انها الشيتا يا انير، انها الشيتا. كمال اعطيني حقي، ما قاطعتوش انا. نو انت ما قاطعتوش، هو غير كيتفاعل معك عبدو، غير كيتفاعل. لا انا ما تفاعلتش معاه كمال، انا ما تفاعلش معاه. هذوك ماشي جزائريين، هذوك فرنسيين. كمل رد عليا. خوفوا البرلمان الفرنسي. صح معليش عبدو بين دقيقة انير دقيقة معليش عبدو بين انت من الجلفة، بماذا وعدكم تبون الى سكان الجلفة حتى تحبونه؟ معليش واش وعدك اعطيني كلمة برك من بعد. خلي عبدو يكملوا هذا. كمال اقسم بالله هذو اللي راهم في فرنسا راهي غايتهم عمرهم كيشوفوا الجزائر في تطور، الانجازات، البنيه التحتيه، الاسطات 5 ولا 6 زيد تاع 50 بوط يخرج في النهار. اسمعني وجو بارتي غابا يا جو بارتي غابا. ولكن عبدو شوف نقول واحد القضيه. هاد الناس كيهضروا علاش تقاطعوني بقى ماشي كنقاطعك، غير هو دابا مثلا فاش غتكلم على انجازات خصك تعطيهم هاد الانجازات شنو هما، هاد التطور عطي شنو هو التطور. هاد الناس كيقول لك ما كاين ولا انجاز واحد. اسمعني شوف نعطيه على بالو بكلش. هو لا ضارو قلبه ولا خاطر على بالو باللي النظام هذا ما قلناش حاجه ملموسه. ما عنديش باش ندوز، والسردين ما نقدرش نشريه، وكاين اللحم ما نقدرش ناكلو. اسكت تعلم واسكت. انت قلت لي انا نعلمك بصح التطور ممنوع تخرج الدار. انا اللي على حساب يتعلم الشتاء ولا يتعلم الحيس ولا واش. يا كمال شوف واحد عايش في فرنسا يقول الجزائري ولاد فرنسا وهو عايش في فرنسا. شفت المنطق كيفاش داير؟ هو عايش في فرنسا ويقول الجزائري اللي عايش في الجزائر في فرنسا. خاصي نورمال ذاك عايش في فرنسا ياكل، بصح كاين اللي عايش في الجزائر مثل فرنسا. اسمح لي نبعث 50,000 مسؤول جزائري عنده جنسيه فرنسيه، هو ولاده عايشين في فرنسا. شنقريحه ياك دافع عليه، شافك شنقريحه وهنا، وبنته ليندا شنقريحه راهي هنا، وواحد اخرى راهي في لونجلتير. انا جزائري عايش في
كاينه واحده اخرى في امريكا. انير هذا ما تحاوروش هكا. انير هذا ما تحاوروش هكا. شوف مثلا التصويره اللي راني دايرها علاه راني دايرها دقيقه عبدو معليش راك تهضر بزاف. هذه ذبانه علاش راني دايرها وراسم حمار. ها اسمح لي لانه الحمار في ديك البلاد يتكلم، ولهذا لم تجد الذبابه حمار تركبه. يا صاحبي خليني فرسمت له حمار. غير بالله صاحب نتكلم يا حيوان، خليني نتكلم. انا ما سبيتكش. كمل شوف دوك انا عبدو كمل تخمم لها بالمنطق. دوك انا عبدو عايش في الجزائر من النظام تاعي، راني نشيت للنظام تاعي. روح تفهمها دوك كيما نقولوا كامل المغربي يضرب الملك والمملكه، نقول راهي شيت. سبحان الله، انا رئيس تاعي جا، حنا جبناه، جا في كورونا، جا الحياه صعيبه، ما نحسبوش ال5 سنين تاعو الاولين ما خدمش. في الدبابه تاع القايد صالح، جا في الدبابه تاع القايد صالح اللي اليوم ممنوع يذكر اسمه، ممنوع تذكر القايد صالح. كنتو تعدوه اليوم وكان تذكر اسمه يدخلوك للسجن. بوتفليقه وكان تذكر اسمه تدخل للسجن. الدليل انه ضريتك. علاش ضريتو؟ انت راك عايش الموت ما تحسوا فيه في تيارت. اسمع لي 100 ذري صغير يلحس في تيارت يلحس. سبحان الله. صاحب القناعتين غير بشويه. شوف عبدو فاش كتهضر اولا انت صح كمان ما خليتونيش نهضر وانت تشيت له. بالله عليك تشيت لرئيس ايمانويل ماكرون قام بالاهانه الشعب الجزائري والشهداء الجزائريين في فرنسا وجاء الجزائر وقام خليني نتكلم. انا دوك راني شوف راني ضد ثلاثه مزيه، والجلاد ما تكلمش، وهذاك تيجي في الفوق ياسين تيجي في، راني نهضر ضد ثلاثه. سبحان الله، هذا دليل انه ضعف، راكم ضعاف معايا. فهمت كيفاش؟ انا في الجزائر يا صديقي خذ راحتك. دقيقه معليش نختموا الحوار جماعه. جلاد دقيقة حب صح معليش نغلبوك. القضية تاع صنصال هل تمثل قضية وطنية وشرف بلاد ولا لا؟ صاحب القلعتين اسمعني يا صاحبي. الشان باش كيعجبني انير، اسمعها باش كيعجبني انير كيسكوت فاش كيبدا يهضر كيعرف فين كيضرب. اخاي صاحب القلعتين اما السفسطه راه ما كتعجبنيش. ماذا بيا المعلومات ديالك سكوت مع راسك. منين يسالي ديك الساعه تعرف فين غتضرب النقاط. هذه راه منبر اي والله صح. خليني نكمل. الجزائري خليه يقول. راه الناس راه عندهم عقلهم، راه منين كيخرطوا راه كاين اللي كيفهم الخريط. لذلك فاش اخاي تعطيك الكلمه انيرها علاش كيضرهم حيت كيسكوت. انا يضرني ما كيخليش المغالطات. اللي اسمع كمال اللي عايش مور البحر كاع ما يضرنيش. انا يضرني ود بلادي اللي عايشه هنا. اما اللي مور البحر خليه يهضر على روحه، ما يهمنيش والله ما يهمني يا كمال. انا كجزائري احنا متضامنين الوحده الوطنيه يد واحده. على بالنا باللي البلاد راهي في تطور مع تبون ورانا واقفين معاه، رانا نسعفوا فيها. من ذاك يجونا اضرار يجونا صوالح هكذا نسعفوها ونتجاوزوهم والحمد لله يا ربي. لو في بلادك ما يقدرش يهضر للاسف يا خويا، يدخل للسجن 20 دقيقه يجي يرفدوه. 20 دقيقه يرفدوه مسكين. خليك نحكي لك على حريه التعبير، نحكي لك على حريه. اسكت راه قال لك راه شكرك زعما راه شكرك رب العالمين شكرك. دوكا كمال اسكت. كمال حريه التعبير اللي تخرج تسب رئيس ولا تسب وزير ولا تسب استاذ، هذه حريه. ما فهمتش انا. لا هذه عبله قماري. واش سبت واحد؟ عبله قماري سبت واحد. نتكلم خليني لا هضر معايا انت كيف تهضر. خلوه ضيع لك بيماك. اسكت خلوه. لا سمعتني كمال. اما فيما يخص تا راك تحكي راهم يحكوا يقول لك النظام دار هذه تاع النار وما النار. تبي الله عليك كيفاش نظام تبون جابوه المواطن يروح يحرقهم يروح يشعل النار. هذه جات فيها هذه شكون يخمم لها كيفاش نظام يروح يحرق بلادو. دابا غير اسمعني نقدر نتفاعل معاه. ها شوف داير رئيس تبون بعد تقول لي اسمع لي شوف صوف ساعتين كما يقدرش يحاور يدير لك تصويره وكذا. انا حاورني علاش دير لي تصويره؟ حاورني عادي. قول لي دابا انا غير نتفاعل معك غير واحد التفاعل بسيط. اعلم اش كيقولوا له اطلاق سراح بوعلام صنصال لاسباب ماذا؟ لاسباب كما نقولوا حنايا تخص البلاد. اول حاجه تخص البلاد اقتصاديه راح يجاوبوك بهذا اقتصادي. لا ما يجاوبوش اقتصاديه. مصلحه انسانيه. اسباب انسانيه.
لا ما قلتلكش انسانيه، قلت لك اصلا ايوا نظامكم مصلحة قال لك للبلاد. لاسباب انسانيه صديقي. هما قالوا على واش طلب الرئيس الالماني. خليني نجاوبك على صنصال، تحاول نجاوبك دوك نجاوبك. فيما يخص فيما يخص واش يسموه بوعلام صنصال اللي راكم تحكوا عليه. بوعلام صنصال اول حاجه هذه احنا كي طلقناه ماشي باذن من فرنسا، هذه ضربه لفرنسا. روح شوف القنوات الفرنسيه واش راهي تتكلم يا كمال. احنا ما طلقناش، احنا طلقناه على اساس الرئيس الالماني طلب من الرئيس تبون طلب اذا ترجي شو اللي يترجى فيه. لا ما غاديش نقاطعك، ولكن غير غنسولك واحد السؤال لا باش نوجهك. لا باش نوجهك في نفس الاتجاه اللي كتهضر فيه وكتقول يا ودي نسولك تعليقات يسبوا فيا. يا ودي نسولك غير بهذا الاتجاه. انا بغيت نحكي معاه غير زوج كلمات. عين صاحب القلعتين، عين صاحب القلعتين خاطينا كلمه. عين صاحب القلعتين. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. تعطيني الحق يبغى يقاطعوني كامل. يا ودي غير غنسولك، احنا ما سولناش، احنا راه بغيت غير نسولو غير في هذه النقطة اللي قال الرئيس الألماني. لا ما الرئيس الألماني قلتي الرئيس الألماني منين كيعرف الرئيس الألماني صلصال باش يتدخل له؟ تفضل. يا ودي ما يخصكش هذا الشيء، ما يخصكش انت ما تعرفوش، راه هذا تابع لليمين المتطرف وراك تعرف الاتحاد الاوروبي خاطياتك، وانت مع هذا الشغل ما تقدرش تفهمه انت، شويه صعيب عليك، بالك يفهموا كمال. انت ما خليني نتكلم كمال. انا انسان لحقت شوف 80 سنه ولا مش عارف شحال، خلاص تهرم اكبر، انا نشوف مصلحه بلادي. وبالاخص حنا جاتنا فرصه على اساس شوف المانيا ما نطلقوش على اساس فرنسا وباللي لي الذراع وطلقته فرنسا. راني نقول لك راهم يتعلموا، فرنسا راهي تتعلم. قال لك صح نهار قبل اطلاق السراح وانت قلت لنا يا عبدو لا نذكرك بكلامك، ها اسمح لي، قلت لنا ما يطلقوش هذا الملف الاول، عطاو له 5 سنين ولا 7. لا ما قلتلكش انا والله ما قلتها، انا جيب لي الدليل. انا ما قلتش ما يطلقوش. دقيقه خليني نهضر معاك، لايفات راهم مسجلين. لا جيب مسجلين راهم في اليوتيوب. جيب لي لايف كمان، خلينا نهضر معاك. صاحب القلعتين اصبر اخي العزيز، خلي كل واحد ياخذ الوقت ديالو اصاحبي. شوف احنا اسمع الجزائريين والله شوف الاغلبيه كاين اللي كان ما على بالوش جاتو بلي حاجه كيفاش ويطلقوه، بصح الاغلبيه في مصلحه البلاد. الاتحاد الاوروبي، الدول الاتحاد الاوروبي كلها يعني كون مات عندنا هاي بالنسبه لنا ماهيش مليحه كمال، هاي تولي الجزائر منبوذه. فهمت ما فهمتش؟ احنا جاتنا فرصه المانيا. ما هي المصلحه ديالكم انتم من اطلاق سراح بوعلام صنصال؟ يعني قلت لك مصلحه للبلاد يا اخي. ما هي المصلحه صاحبي؟ في كل جرى عندنا اتفاقات احنا. ما هي المصلحه صاحبي؟ ما هي المصلحه؟ قول لي شنو هي المصلحه اللي ربحتوا من اطلاق بوعلام صنصال؟ يا عندنا اتفاقيات احنا مع شمن اتفاقيات؟ انت عندك اتفاقيات بينك وبين دول، اش دخلك مع ايطاليا؟ قلنا المصلحه اللي عندكم من وراء اطلاق بوعلام صنصال. خليني نتكلم يا صاحبي. ماذا استفادت الجزائر من اطلاق بوعلام صنصال؟ بينما انت شفت المعارضه شنو كتخرج كتقول لك على ان اطلاق بوعلام صنصال خيانه للوطن. لا هذه نشيطه بالنسبه ليها معارضه. ها هما قول يا خويا الخيانه للوطن، ما هي الفائده اللي استفدتوا من اطلاق سراح بوعلام صنصال؟ باش كنقول لك وضح للناس اصاحبي. الفائده هي ابراز الجزائر امام العالم. صبر صاحب القلعتين اصاحبي، راك تسال فيا كيفاش نجاوبك؟ راك تسال فيا وتهضر في نفس الوقت. صحيت. اول حاجه ما تستدليش المعارضه، انا قلت لك المعارضه عمرك لا تستدل بها في اي دوله. المعارضه ديما ضد النظام. كي مانيش عارف يقولوا النظام حاجه تقول هي العكس. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هذه بالنسبه بسيطه، حاجه بسيطه. الشعب الجزائري اللي في بريطانيا غير بغيت نفهم انا ماذا استفادت الجزائر من اطلاق سراح بوعلام صنصال، بما انك قلتي عندكم مصلحه في الاطلاق. راح نجاوبك بابسط الحاجات. انا كمواطن جزائري بابسط الحاجات بالك تفهمها. في بريطانيا، في المانيا، ايطاليا، اسبانيا، الشعب الجزائري يولي منبوذ. يعني كان مات لنا صنصال هذا الشعب الجزائري، اي انسان يشوف شعب الجزائري يولي منبوذ، يقول لك هذا الدوله تاعو شدت كاتب وكذا. ومن هذه بابسط الحاجات. خلينا من الصوالح اللي ما نعرفهمش، انا اللي مانيش متعمق فيهم، دوك لازم تفهمها كمال. انا قلت لك هذه احنا كيما ماتش عندنا. قول لي ما هي الاستفاده التي استفادت الجزائر من اطلاق سراح بوعلام صنصال صاحبي؟ انا باش نهضر بالشنويه، اصبر نهضر لك بالعربيه بالك تفهمني. هضرنا صاحبي نسمعوا منك.
يعني قلت لك شنو قلت لك؟ ماكش تسمع فيا واش قلت لك؟ ما قلتي حتى حاجه. الشعب الجزائري ما فهمت انا والو. قلتي غنستافدوا عندنا مصلحه، قلت لك واش ظروف انسانيه، قلتي لي لا مصلحه الجزائر. شنو هي مصلحه الجزائر؟ يعني قلت لك يعني هذا الانسان وكان مات عندنا كامل، كون يقدر ربي وكان مات عندنا تولي الجزائر منبوذه في اوروبا، فهمت ولا ما فهمتش؟ هذه مساله طبيعيه. الموت حاجه طبيعيه. السياده ديالك اخويا، واش غادي يجي يحاسبوكم غير واحد غيموت في الحبس؟ راه جاك شي راك كيما مصالح مصالح تاعنا يوم مصالح تاعنا حنا 81 سنه واش نديروا به يا صاحبي؟ ياك مواطن جزائري انت هاك السياده الجزائريه لا عنده مزدوج الجنسيه فرنسا اللي كتتحرض في دول الاتحاد الاوروبي تقول لهم الجزائر وشوف ولو يكون مزدوج الجنسيه راه ضرب في الوحده ديالكم، ضرب في الامن ديال الجزائر. لذلك هذه خيانه للوطن. الخائن يجب معاقبته. علاش؟ شنو هي المصلحه ديالكم؟ اش كتقول لي انت راه جزائري كمال؟ اسمع هذه بالنسبه لك تخيانه. مغاربه راه داخل المغرب يقولوا الصحراء غربيه وماشي مغربيه. تقول ليش خيانه؟ دوك اللي نبدا نستدل لك بصوالح كمال. حان على البليس مغاربه راهم في المغرب يقولوا الصحراء او يهضروا على الريف. انا ما نحبش يا صديقي انا خليني من هادشي، واصلا انا ماشي مبررات هادو. لذلك قول لي عجبك انت، بحيث اهل مكه ادرى بشعابها. حنا كنحكموا بشي حاجه اللي هي ولات مساله راي عام دولي. قول لي ما هي الاستفاده التي استفادت منها الجزائر من اطلاق سراح بوعلام صنصال؟ صح كمال افهمني. شوش حط معايا ما تقاطعنيش، يعطيني دقيقه باك تفهمني. انا راني عاودت لك بصح انت راك تتكيف وماكش حاط معايا، يعني راك ما فهمتش. يا ودي راه فجرتيه لي ما فهمت منك والو. عرفتي شي التبريرات ديالكم؟ انا داك التبريرات ديالكم اخي بزعما كنلقاها بعيده كل البعد على المنطق. كما كان عيان كان عيان قلب كنلقاها بعيده كل البعد على المنطق باساس. اسمعني انت راك تقول لي ولا اسمع انت راك تقول لي معليش كمل خليني مع دقيقه برك. اسمح لي انت راك تقول لي خليني مع دقيقه عندي دواء. لا صاحب القلعتين غير بلاتي اصبر. انت راك تقول لي القضيه تاع صنصال ولات راي دولي. هذه كيطلقناه راني نقول لك هذه حاجه مليحه لينا ما ماتش عندنا، هذه مصلحه للبلاد. فهمت ولا ما فهمتش؟ قلت لك كان مات عندنا كارثه هذا صنصار، كون زاد هي مات واش يتسجل في التاريخ الجزائري هذا كي تمركه في التاريخ؟ كيفاش تتمركه؟ عار على الجزائر ام ماذا؟ اتفضل. راني قلت لك حاجه مليحه كيطلقناه. صاحب القلعتين بالرب تولي تعاود دير لي هذا الديكور هذا خير ما راك بسلت يا صاحبي. انت وانا راني ما كنضحكش هنا صاحب القلعتين. خلي خيسالي ودير مداخله ديالك صاحبي. انت بلاتي يا صاحبي ما تدخلش معاه. انت ماشي اهل للحوار بهذا الاسلوب اللي كدير. مالك يا صاحبي؟ راه انير غيهضر معاه. انت هي كتدخل ما فهمتش انا هذا الحوار ديالك انت. واش انا الموضوع ديالي خلي بوتبريري يبرر صاحبي. فهمنا صاحبي. هذا والله ما على بالوش راه صاري، ما على بالوش هذا باللي الجزائر راني نقول لك صنصال راي دولي. السيد راني نقول لك عنده نفوذ في اسرائيل، في المانيا، في ايطاليا، في شوف يعني نقول لك تابع لليمين المتطرف. كانت فرنسا تحرض في الدول كامل الجزائر، كانت حابه مانيش عارف ترد مانيش عارف كيف نفهمها لك، تشوه الجزائر انه حكمت كاتب ما فهمتش. يا صاحبي شوف انا قول لي شنو هي الفائده؟ شنو هي الفائده ما فهمتش باش نهضر بالفرنسيه انا ولا شنو نهضر؟ بوعلام صنصال استفتوها منه باش انكم تلقصوا السراح ديالو. شنو هي قلتي فائده؟ ماشي ظروف انسانيه. شنو هي الفائده؟ ما تفهمش راسك خشينا كمال ولا كالي كرتون ما نعرف والله ما نقدر نفهمك. واخا انا غادي نولي جزائري. الاعلام الجزائري فيما يخص قضية إطلاق سراح بوعلام صنصال هناك حملات مغرضة من المروك تروج لمغالطات مقصودة لتشويه الموقف الجزائري السيادي وتصوير القرار الرئاسي كأنه إهانة للجزائر، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما. فهؤلاء أنفسهم كانوا في السابق يطالبون بإطلاق سراح بوعلام صنصال، ونحن كنا متشبتين باعتقال بوعلام صنصال، وروجوا أن الجزائر سترضخ للضغوط الفرنسية يوم 5 جويلية عيد النصر الجزائري باحتفالنا بعيد النصر الذين حرروا الشهداء 7 مليون شهيد الجزائر.
لكن ذلك لم يحدث فخابت أمل المروك ولم نطلق سراحه وظللنا متشبتين بقرارنا السيادي. لذلك نحن كإعلاميين جزائريين نحلل الأمور بعقلانية وبموضوعية وبكل بردعة شعبية، ونقول أن قرار إطلاق بوعلام صنصال بطلب ألماني ليس انتصارا لأحد وعلى الأخص فرنسا، وليست هزيمة للجزائر، بل هو قرار سيادي خالص محض له صلاحيات من رئيس الجمهورية فخامة عبد المجيد تبون، الذي أثبت أنه في أكثر من مناسبة أثبت أنه رجل وطني، وشجاعته واستقلاليته في قراراته يستعملها في وجه أي ضغط خارجي، وعلى رأسهم فرنسا وعلى رأسهم المروك. كما يجب علينا نحن أن نذكر أن العلاقات بين الجزائر وألمانيا هي علاقة قوية وعلاقة تاريخية منذ 600,000 سنة، واستراتيجية ضاربة في عمق التاريخ من عهد ماسينيسا، وهذاك اللي كان في ألمانيا العلم لله يا إخوتي. برلين تعد أول شريك مهم للجزائر، لولا برلين لا أصبحت الجزائر مفلسة، ولولا برلين لأصبحت الجزائر على مرمى أطماع الغرب، ونحن نتعرض لمؤامرة صهيونية. وألمانيا كذلك لا ننسى أنهم رفضوا في البرلمان الأوروبي أي مساس بسيادة الجزائر، عندما حاولت فرنسا وحاول المروك وحاولوا الصهاينة وحاولت الإمارات وحاولت ليبيا استغلال ملف بوعلام صنصال للضغط على الجزائر. حينها أكد النواب الألمانيون أن القضية ديال بوعلام صنصال شأن داخلي جزائري، وأن أي تصعيد ضد الجزائر السيادة في قراراتها سيضر بمصالح أوروبا ويضر بمصالح آسيا ويضر بمصالح الشرق الأوسط ويضر بمصالح أمريكا. حتى رسالة الرئيس الألماني الظريف البشوش الودود الصديق القط الهر الأرنب رسالته اللينة إلى فخامة الرئيس كانت ودية وفيها مفعمة بالحب والحنان ورسالة محترمة. هذه الرسالة التي تضمنت طلبا راقيا لا أمرا مفروضا، وهو ما يعكس الاحترام المتبادل بين الدولة الألمانية وبين الدولة الجزائرية السيدة في قراراتها. لكن إذ يحاولون المروك اليوم والخونة الجزائريين والصهاينة يحاولون تسويق القضية على أنها هزيمة وعلى أنها إهانة وعلى أنها خيانة وعلى أنها فقدان للسيادة الجزائرية. هم في الحقيقة يبحثون عن أي فرصة للنيل من الجزائر المستهدفة والنيل من الرئيس عبد المجيد تبون الرجل الوطني الشجاع. فعندما نعلم أنه لما سجن بوعلام صنصال هاجموا الجزائر بكل أساليب الخبث عن طريق إعلامهم وعن طريق قنواتهم الرسمية وعن طريق قنواتهم الإعلامية وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر الذباب الإلكتروني المخزني والذباب الإلكتروني الصهيوني والذباب الإلكتروني الإماراتي وكذلك حتى الإعلاميين الفرنسيين. وعندما أطلق سراح بوعلام صنصال قالوا على أن الجزائر السيدة في قراراتها رضخت لأوامر. إنهم ببساطة المروك والإمارات والصهاينة وفرنسا وتحيا فلسطين بكل بساطة هؤلاء فقدوا ورقة أنهم كانوا يتاجرون بها سياسيا وإعلاميا ودوليا وقانونيا. الخلاصة أيها الجزائريون أحفاد الشهداء الأبرار، يا أبناء عبد المجيد تبون، يا أحفاد أبو حمارة، يا أحفاد أبو بغلة، يا أحفاد اللقلق بن اللقلق الشهيد. الخلاصة القول
القيادة الجزائرية تعرف جيدا كيف تدير ملفاتها بكل حكمة ودهاء والحس الدبلوماسي والسياسي، وتبني مصالحها على أساس ندية، وتتحرك الجزائر بقيادة تبون وفق مصالح وطنية مدروسة، لا وفق ما يقال في المقاهي أو على مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك عبد المجيد تبون يعلم أن السياسة تمارس بالعقل لا بالعاطفة، فكونوا حذرين رعاكم الله يا أحفاد الشهداء، يا أحفاد أبو بغلة، يا أحفاد اللقلق، يا أحفاد أمير عبد القادر. كونوا عاقلين واحذروا من هذه الفتنة. هذا هو الكلام ديالكم أصديقي. خلصني نجي نطرطر لك هذا الشيء هذا. لكن شي حاجة ملموسة، بوعلى مسنصل لا علاقة له بالمروك، بوعلى مسنصل لا علاقة له بفلسطين، بوعلى مسنصل لا علاقة له بالمؤامرة، بوعلى مسنصل لا علاقة له بالإمارات، بوعلى مسنصل لا علاقة له بأي شيء، لأنه كان عندك في الجزائر السي محمد، في الجزائر السي محمد. هاد السفسطة كاملة ما عندنا ما نديرو بها. أعطيني المفيد صاحبي، برر لي حنا بغينا المفيد من عندكم، ما بغيناش شي حاجه اللي هي انك تجي تقول لي لا وحقه بذريعه. راه حتى انه الا جيتي تشوف في الواقع صلب الموضوع بماذا اطلق. رئاسه الجمهوريه ديالكم قالت على ان اطلاق سراح بوعلى مسنصال لاسباب انسانيه وتم نقله الى المانيا لاسباب انسانيه، وان عبد المجيد تبون قبل بهذا السبب. ماذا يعني هذا؟ يعني تعرية بكل بساطة أن الإنسانية تغيب بتاتا في سجون الجزائر. لا توجد إنسانية في سجون الجزائر، بل حتى لا توجد إنسانية في الجزائر بأكملها. لما شعب يموت في الحراج وفي واد الحراج وفي الإيتوزا ويموت في الطوابير والجوع، وعبد المجيد تبون يخرج يضحك ويقول له كنت في إقامة حكومية كندوز الويكاند ديالي أنا والعائلة وكنا نعوموا وكنا نشطحوا وكنا نردحوا، والشعب الجزائري عايش في الوعر، عايش غارق مسكين في الحراج، في واد الحراج، في الإيتوزا. لذلك هذا اعتراف رسمي بما أن بوعلى مسنصال أطلق سراحه بأمر من ألمانيا لأسباب إنسانية وتم نقله إلى ألمانيا، وعبد المجيد تبون قابل بهذا. هذا يسمى اعتراف صريح واعتراف رسمي من أعلى هرم في السلطة داخل الجزائر أنه لا إنسانية داخل الجزائر، وأن الإنسانية مغيبة في سجون الجزائر. لذلك هذا الشيء خصكم تشرحوه صديقي، هذا الشيء خصكم تشرحوه. غير حنا كنسمعوا عمي بوتبريرة عبد المجيد تبون والاعلام ديال بوتبريرة والشعب ديال بوتبريرة. يا ورانا نسمعوا التبريرات، يا ورانا نسمعوا التبريرات صديقي. حنا ما كناش كنطالبوا، قولوا لذاك الاعلام الزيكو ديالكم، ما كناش كنطالبوا باطلاق سراح بوعلى مسنصال. حنا كنا كنقولوا لكم غادي تطلقوا بوعلى مسنصال، غادي تطلقوا بوعلى مسنصال. ماشي كنا كنقولوا لكم طلقوه، وانما كنا كنقولوا لكم ان هذا النظام الوظيفي غادي يطلق بوعلى مسنصال. وفرق بين من يعرف الجزائر ويعرف سياسة الجزائر ويعرف المقاطعة الفرنسية مع من لا يعرفها ومازال يأمن بالخرافة ديال الشاهد اللقلق والحجرة المجاهدة و7 مليون شهيد وخرطة عبد الناصر والزمر والتخرخير والجزائر حررناها بالدم والجزائر سيدة. حنا كنا عارفين لا سيادة لكم. خصك تسائل كيفاش المراركة كانوا كيقولوا غادي نطلقوا بوعلى مسنصال وما غيكملش العقوبة الحبسية ديالو وغادي يخرج، وحنا كنا كنقولوا متشبثين، وفعلا صدقوا في قولهم. هذا هو السؤال. حنا كنا كنقولوا لكم الا ما طلقتوش بوعلى مسنصال، انا قلتها لكم، قلت لكم تنتهي سنه 2026 ما يخرجش بوعلى مسنصال، فانا غادي نزول من هاد التيك توك، غنزول من هاد التيك توك. زيد حاجه اخرى، عبد المجيد تبون اليوم غادي يخرجوه من رئاسه الجمهوريه. اليوم انتم كجزائريين وانا كنقول لكم سجلوا عليا، عبد المجيد تبون الى كمل 2026 ودخل في 2027
فنزول انا التيك توك. عبد المجيد تبون الا كمل 2026 ودخل في 2027 فنزول انا التيك توك. وإلا ناض شي حراك في الجزائر فذاك الحراك اللي غينوض في الجزائر هو بحال الحراك اللي ناض في 2017. لذلك ها هي العلامه المعارضه بدات كتخرج، علامه ظهور ان الجزائر فقدت سيادتها وان عبد المجيد تبون هذه تعتبر خيانه. يعني ما تجي تقول لي لا غنديروا حراك، انا نقول لك هنا 2026 النهايه ديالها الى طولتي بدايه 2027 هذه كنقولوا في ابعد مده غيبدا الحراك في الجزائر. وطبون مزور جابوه العسكر وما كاينش شرعيه، تحيه المدنيه وداك التخرخير وداك التزرزير والامن. ننظر الى الجيش الجزائري كيف يعبر عن حضارته وان الجيش من الشعب والشعب من الجيش وحراك سلمي والثقافه طزفش غادي تطبخوا لنا الراس ديالنا. وعبد المجيد تبون عاوزين تبقاو تقولوا لنا يخرج شي تقرير طبي دخل في غيبوبه هادشي كله ما غنسمعوش منكم. لذلك حنا كنقولوا وانتم غادي تسمعوا. والله يا الجزائريين ثم والله باش كيحلفوا المسلمين ماشي المنافقين بحالكم. يا تبون هذا بغيتوه ولا كرهتوه، شوف دايروا انت غتزولوا لك فرنسا، ما باغيش غتزولوا لك فرنسا. راه ماشي انت اللي غتزولوا ماشي انت اللي غديروا، فرنسا اللي غتزولوا لك، لان فرنسا هي اللي كتحكم في رؤساء الجزائر. شوف كنتي دايرهم بوطيتي عليه وداك الصبع زرق رديتيه كله مجخمر، غتجي فرنسا غتزولوا لك ان شاء الله. وإلا كنتي ما باغيهش وما قادرش خايف لا يزلطك يخرج لك الجيش تما، غتجي فرنسا وغادي تزولوا لك ان شاء الله. غير هو ما تبدل صاحبك غير بما عر وما كفس منه، غيمشي تبون ويجيكم تبون ويمشي تبون ويجيكم تبون ويمشي تبون. سبابين كثارين في الجزائر باش هادي داك التبريرات الخاويه وداك الشيء اللي كتهضروا لنا به راه لا يسمن ولا يغني من جوع. والجزائري كتقول له يا ودي هذا تطلق ويبقى عليك والمروك والمؤامره. اش دخل شي مروك، اش دخل شي قال وقال؟ واش هادشي القضيه فيها القيل والقال ولا واش القضيه كسبون؟ قال لك اليوم خرجنا من مرحله القيل والقال وخطاب القهوي ودخلنا البوليسيك، خرجنا من البوليسيك. ايوا فين هو هذا البوليسيك؟ كيقول لك عاوتاني ولا كيقولوا ورجعنا لكيقولوا. فوقاش توليو نتوما تقولوا؟